السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مريم's كويزين. اليوم باش نحضروا الفريكاسي وهو يعتبر من أشهر المأكولات في تونس. كما تشوفوا معنا لنا باش نلقاوه هشوش من داخل ومن برا كروستيون. هذوما هما المكونات متاعنا باش نحضروا عجينة الفريكاسي. هذه الوصفة خذيتها من عند أمي. دونك نبداو نحطوا 4 كيسان فرينة، وما تنساوش تغربلوا الفرينة متاعكم بهالطريقة. توا نزيدو نص مغرفة صغيرة ملح ونص مغرفة صغيرة سكر وزوز مغارف كبار خميرة فورية. كما تشوفوا سيباريت المكونات متاعنا بهالطريقة. كما تلاحظوا بدينا حطينا المكونات الناشفة متاعنا الكل، وتوا مش نخلطوهم بهالطريقة ومن بعد نضيفوا كعبتين عظم. توا مش نزيدو كاس حليب. الحليب ماذا بيه يكون في درجة حرارة الغرفة. بالنسبة ليكم بداو ضيفوا الحليب تدريجيا بسياسة وممكن تستحقوا أكثر من كوب حليب، ساديبون من الفرينة متاعكم. الفايدة زيدوا بسياسة حتى لين تتحصلوا على قوام مشابه، ومن بعد زيدوا مغرفتين كبار زيت نباتي. وتوا نبداو نعجنوا العجينة متاعنا. تحب لها شوية وقت، برسك 5 دقائق. نقعدوا نعجنوا حتى لين نتحصلوا على قوام مشابه. إذا تحب لها أكثر أو أقل وقت هكاك عندكم ميزانكم، وخليوها تخمر لمدة ساعة أو ساعتين حتى لين يضاعف حجمها من هالحجم إلى هالحجم. ناخذوا شطر العجينة ونحلوها بهالطريقة. كي نحلوها نخليوها سميكة شوية، ناخذوا قالب على شكل دائرة ومن بعد نقسموها إلى دوائر بهالشكل باش نتحصلوا على كعبات فريكاسي صغار مناسبين برشا للمناسبات. ومن بعد ناخذوا كل كعبة ونجبدوها شوية بالطول وبالعرض. ننتقلوا توا لمرحلة القليان. نحضروا الزيت متاعنا زيت نباتي، نصبوا كونتيتي باهية، نستناو الزيت متاعنا يسخن ومنهم كعبات الفريكاسي يزيدوا يرتاحوا شوية. الزيت من الاول يبدا حامي ومن بعد نوطيو شويه على تمبيراتور، على خاطر كعبات الفريكاسي من المستحسن ما يطيبوش على تمبيراتور حاميه برشا. كما تشوفوا معنا توا نبداو نحطوا كعبات الفريكاسي متاعنا بالكعبه بالكعبه. العجينه متاعنا مش تجيب قروبات 50 كعبه فريكاسي. الحجم هذا صغير، دونك اذا مش تعملوهم بحجم اكبر سي سور مش تتحصلوا على اقل عدد. نكملوا نقليو الفريكاسي متاعنا بهالطريقة. شنو هو الفريكاسي؟ الفريكاسي هو ساندويتش صغير مقلي محشي بالبطاطا، تن، هريسة وزيتون، ويتقدم ساعات في المناسبات الصغار أو عزومات كنوع من المقبلات بحجم صغير. توا نرجعوا لكعبات الفريكاسي متاعنا. كما تشوفوا توا تقليو بالباهي وحضروا. بعد ما قليناهم نحاولوا نحيو منهم الزيت. هذه كعبة من كعبات الفريكاسي حبيت نوريكم كيفاش تجي من داخل. يبدا فيها فضاء مش حطوا فيها الحشو متاعنا. الحشوة متاعنا متكونة من هريسة، نخففوها بشوية ماء ونزيدوا عليها البطاطا المصموطة، نرفسوها بالباهي ونزيدوا شوية حليب أو ماء مش تكون رطبة مش يابسة. إذا حابين نزيدوا التخشيخ زيدوا معدنوس وبصل، في الآخر نزيدوا زيتون وعظم وتن. وهكا نكونوا تحصلنا على الفريكاسي متاعنا مشخشخ بالحشوة اللي ذكرناها سابقا. إذا جربتوا الوصفة حطوا لي كومنتير وقولوا لي رايكم، وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس. وإن شاء الله نشوفكم فيديو جديد عن قريب. بسلامة.